تجمد مكانك، لأن اللي بقوله لك الحين بيقلب تفكيرك رأسا على عقب. الليلة مو مباراة عادية، الليلة يوم الحسم بين المغرب والسنغال في نصف نهائي كان الأمم النسائي. ليلى عبد اللطيف قالت من زمان إن المغرب بتوصل للنهائي، بس السؤال اللي الكل ساكت عنه، وش قالت عن بنات أطلس؟ خليك معي لين النهاية، لأن الجواب بيصدمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل مغربي في المغرب وخارج المغرب في كل مكان وصل إليه صوتنا. أهلا وسهلا بكم في قناتنا. اليوم عندنا حكاية غريبة، حكاية بدأت بكلمات قالتها امرأة واحدة وانتهت بواقع عاشه بلد كاملا. ليلى عبد اللطيف، الاسم اللي كل ما نطقناه سمعنا وراه صمت غريب ثم بعده ضجة كبيرة. قبل أشهر وهي جالسة قدام الكاميرا بهدوء غريب قالت جملة بسيطة: المغرب راح يوصل بعادا بعيد بزرف هذا الموسم. ما أحد صدقها وقتها، ولكن القصة لم تنتهي هنا، لأن بعد أسابيع قليلة بدأ المنتخب المغربي فعلا يحقق نتائج ما كانوا متوقعينها حتى أكبر المتفائلين. فوز وراء فوز، أداء يخلي المحللين يهزون رؤوسهم بذهول، وجمهور بدأ يهمس: ويش بصح ليلى شافت شي حاجة ما شفناهاش احنا. وهنا جات المفاجأة الحقيقية، لأن الحديث ما بقرش غير على الرجال. المنتخب النسائي المغربي أسود الأطلس. لا، بنات الأطلس دخلوا في مسار موازي، مسار كان الكل غافل عنه. بطولة كان الأمم الأفريقية للسيدات، هذه المرة على أرض المغرب في بيتها قدام جمهورها. ولكن ما سيحدث بعد ذلك لم يكن في الحسبان، لأن بنات الأطلس ما لعبوش كرة عادية. كل مباراة كانها فصل من رواية، كل هدف كانه إشارة، وكل انتصار كان يقرب الحلم أكثر وأكثر. الجمهور المغربي اللي عاش على وعود كثيرة في تاريخه الرياضي بدأ يحس بشي حاجة مختلفة هذه المرة. والمفاجأة الحقيقية لم تبدأ بعد، لأن السؤال اللي بدأ يطرح نفسه بقوة هو: إذا كانت ليلى عبد اللطيف تكلمت على المنتخب الرجالي وصدقت توقعاتها، فهل قالت شيء حاجة على بنات المغرب؟ هل كان في كلامها القديم إشارة ما انتبهنا لها؟ أو ربما سكت عمدا، تركت الصمت يتكلم أكثر من الكلمات؟ هنا لازم نرجع شوية للوراء. ليلى عبد اللطيف المعروفة بتوقعاتها اللي دايما كتخلق جدلا، ما تكلمتش بشكل مباشر ومفصل على المنتخب النسائي زي ما تكلمت على الرجالي. ولكن في إحدى الحوارات القديمة لمحت لكلمة غامضة: قوة المغرب هذا الموسم ما غاديش تكون فقط عند الرجال. وقتها الكل فهمها بطريقة مختلفة، البعض قال قصدها الاقتصاد، البعض قال قصدها الرياضة بشكل عام. ولكن اليوم وبعدما بنات الأطلس وصلوا لمرحلة متقدمة في البطولة، بدأ الناس يربطوا الخيوط ببعضها بطريقة مرعبة. ولكن القصة لم تنتهي هنا، لأن اليوم بنات الأطلس أمام اختبار حقيقي، أمام منتخب السنغال، فريق قوي منظم وجاي بروح المنافسة الشرسة. هذه المباراة مو مجرد مباراة كرة قدم، هي معركة سيادة، معركة على من غادي يكمل الطريق نحو التتويج في أرض كانت دايما حلم لكل مغربية كتلعب الكرة. الجمهور المغربي اللي عمر ما تخلى عن حلمه جاي بكثافة لكل ملعب، الأعلام مركز على كل تفصيل صغير، والضغط كبير على اللاعبات. ولكن هذا الضغط بدل ما يكسرهم بدأ يبني منهم قوة إضافية. كل لاعبة داخلة الميدان وهي حاملة معها حلم مدينة كاملة، حلم بلد كامل. والمفاجأة الحقيقية لم تبدأ بعد، لأن في وسط هذه الأجواء رجع اسم ليلى عبد اللطيف للواجهة بقوة أكبر. ناس بدأت تسأل في مواقع التواصل: ويش ليلى غادي تخرج بتصريح جديد على بنات الأطلس؟ ويش السكوت ديالها كان مقصود؟ ويش كانت عارفة بلي حتى المنتخب النسائي غادي يوصل لهذه المرحلة، وفضلت متسكتش باش تخلي المفاجأة تبقى كاملة. هناك تبان قوة التوقعات ديالها، لأن حتى لما تسكت
الناس كيبقوا يديروا ليها أهمية أكبر من كلامها الصريح، وهذا الشي وحده كافي باش يخلي كل حدث مرتبط بها يتحول لظاهرة. ولكن ما سيحدث بعد ذلك لم يكن في الحسبان، لأن الفريق المغربي النسائي دخل هذه المباراة بذهنية مختلفة تماما عن أي مباراة سابقة. المدربة والطاقم التقني حضروا خطة دقيقة، دراسة عميقة لنقاط قوة وضعف المنتخب السنغالي، وتركيز كبير على استغلال عامل الأرض والجمهور. والسنغال من جهتها جاء بروح المحارب، ما غاديش يسلم بسهولة، عندهم لاعبات موهوبات وقادرات يقلبوا الطاولة في أي لحظة. المباراة متوقع أن تكون شرسة، مليونة بندية، وربما بتفاصيل درامية غادي تبقى محفورة في ذاكرة المشجعين لسنوات طويلة. ولكن القصة لم تنتهي هنا، لأن في كل مرة كتلعب فيها بنات الأطلس كتحسب لي في الجو شيء حاجة أكبر من مجرد كرة القدم. هي قصة جيل كامل من الفتيات المغربيات اللي بدأوا يحلموا بل يقدروا يوصلوا لهذا المستوى، قصة إباء وأمهات بدأوا يشجعوا بناتهم يلعبوا الكرة بجدية، وقصة بلد كامل بدأ يشوف في كرة القدم النسائية مستقبل واعد بقدر ما هو مستقبل الكرة الرجالية. والمفاجأة الحقيقية لم تبدأ بعد، لأن السؤال الأكبر اللي بقى معلق هو: إذا كسبت بنات الأطلس هذه المباراة ووصلت للنهائي، غادي تتحقق نبوءة ضمنية كانت موجودة من زمان في كلام ليلى عبداللطيف. ووش هذا الانتصار غادي يفتح الباب لتصريح جديد منها، تصريح يربط بين نجاح الرجال والنساء في نفس الموسم، وكانه المغرب داخل في مرحلة ذهبية حقيقية. الجواب ما زال معلق بين أرجل اللاعبات فوق العشب، وبين كل هدف ممكن يقلب موازين اللقاء. ولكن حاجة وحدة أكيدة: التاريخ يكتب اليوم، وكل من يتابع هذه اللحظة يحس باللي هو جزء من حدث أكبر من مجرد مباراة رياضية. فديروا الحساب، لأن الليلة ممكن تكون الليلة اللي غادي نتذكر فيها لسنين طويلة، الليلة اللي فيها بنات المغرب حاولوا يكتبوا اسمهم في تاريخ القارة وسط جمهور بلادهم وتحت أنظار العالم كامل. وقبل ما نخليكم تتابعوا تفاصيل أكثر، خاصكم تعرفوا حاجة مهمة: التوقعات اللي تقولها ليلى عبداللطيف دايما كتخلق جدل كبيرا، والقناة ديالنا هي المكان الوحيد اللي يوصل لكم كل تفاصيل هذه القصص بطريقة عميقة ومثيرة. إذا كنتوا حابين تكونوا أول من يعرف إذا صدقت النبوءة ولا لا، اضغطوا على زر الاشتراك دابا، وفعلوا الجرس باش توصلكم كل التحديثات لحظة بلحظة. وفي الأخير بغيت نسمع رأيكم، واش نتوما كتصدقوا بلي ليلى عبداللطيف عندها إحساس حقيقي بالمستقبل، ولا هو مجرد صدفة كبيرة؟ واش كتحسوا بلي بنات الأطلس غاديين يكملوا المسيرة الذهبية اللي بداها الرجال؟ كتبوا رأيكم في التعليقات، وخلونا نشوف شكونا فينا اللي عنده الحدس الصحيح.